دلوقتي زميلنا عوض الغنام كان سجله مع الجنود اللي على قافلين معبر رفح. عايزه اقول بس حاجه واحده قبل ما نخرج فاصل. انا دموعي دي مش على كل حاجه بتحصل. انا بجد خايفه على البلد. ده اصعب موقف اقف فيه، وده اصعب امتحان ممكن كلنا نقف فيه. لو انت مش حاسس ان كرامتنا بتتهان، لو انت مش حاسس. وعايزه اقول لكل الجنود اللي في الجيش واللي في الشرطه، ارفعوا راسكم. اوعوا تحسوا بالاهانه، اوعوا تحسوا ان كرامتكم بتتهان من المشهد ده. ده مشهد حقير. عمر ما الابتزاز هيوصل لنا، وعمرنا ما هنحس بالاهانه. الجيش المصري اعظم جيش، والداخليه المصريه والشرطه المصريه حتى لو كان لها اخطاء، جنودها اعظم جنود. احنا اشرف الشعب، حتى لو حكمنا ناس احنا غير راضيين عنه. خلينا نشوف التقرير ده ونخرج فاصل. استقبلتنا. لا يزال التوتر هو سيد الموقف في سيناء في الوقت الذي تستمر فيه أزمة الجنود السبعة المختطفين قائمة. تقطعت السبل إليهم ولا شيء جديد يعطي بارقة أمل في عودتهم، الأمر الذي زاد من غضب أهالي المختطفين وتحميلهم للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مسؤولية اختطاف ذويهم وتهاونه في القبض على الخاطفين. مش حد سأل عنا، ولا وزير جينا، ولا رئيس الجمهورية جينا، ولا حد عبرنا. ولادنا مش يستاهلوا حد يعبرهم؟ ولادنا اللي احنا ربيناهم وخليناهم رجاله حلوين وجبناهم هنا للوطن دي عشان يحموا البلد دي، يسيبوهم كده لشويه عرب يخطفوهم؟ وعرفنا بوقفه الرجاله هنا في معبر رفح، جينا نتضامن معاهم، لان اخويا او السبعه مش هيرجعوا الا بمجهود الناس دول، لا بمجهود اي حد غير الناس دول هم اللي هيرجعوا العساكر بتوعهم. طلعت على مديريه امن العريش، قال ما جاء مديريه امن العريش، اخويا اتصل بالنجده عشان ياخد يستفسر عن الاسم، قالوا احنا ما نعرفش حاجه، توجه للمديريه. اتوجهت للمديريه، طردوني عشان لابس جلابيه. وواصل عدد من المجندين إغلاق معبر رفح البري احتجاجا على خطف زملائهم، معلنين عدم فتحه قبل تحريرهم وعودتهم سالمين إلى أهليهم. احنا مش فاتحين المعبر لما يجوا زمايلنا، اي مسؤول، اي حد، رئيس مرسي، اي حد يجي لنا هنا، يا اما يجي بالمجندين يا اما ما يجيلناش خالص. احنا مش فاتحين المعبر لما يجوا لنا زمايلنا. انا زي المخطوف، هم جام انا احيي، هم راحوا انا مت. احنا حلفنا على المصحف يا نموت هنا ماشي، احنا عايزين زمايلنا تيجي لنا هنا ماشي، احنا حلفنا على المصحف زمايلنا ما جاتش وقتنا هنا خلاص. لو قعدنا سنه، قعدنا 3 سنين ماشي، احنا قاعدين هنا. نموت هنا، كفايه 16 عسكر في رمضان، ووجع كل القلوب بتاعت المصريين. وين حقهم؟ وين كأنا كل ده مجندين مسايبين ناسنا واخواتنا وبيوتنا وشغلنا، عايزين حقنا احنا. وين حقنا؟ وين مرسي؟ تعددت الروايات حول الخاطفين وهوياتهم، واتسعت دائرة الشبهات ليحمل أهالي سيناء الإسرائيليين مسؤولية الحادث لزرع الفتنة بين الجيش والمواطنين هناك وإحراج القوات المسلحة. دي وراها اسم موساد إسرائيلي معروف، لا محالة إنه دخل فيها ورا اختطاف العساكر وورا غلق المعبر. ليه؟ عشان هيجوا علينا الفلسطينيين، ودي حصلت قبل كده، انك انت هتضغط على الفلسطينيين يبقى هيصير في حوار بيننا وبين الفلسطينيين. 90% نساء. ايه مصلحته؟ مصلحته خرب سيناء، خرب الدولة، واشتباك القبائل مع الجيش، واشتباك القبائل مع الشرطة، وزعزع البلد، لانه مش عاوز سين تستقر، اساسا سين كمان مهمشه يعني. وتأتي هذه الحادثة استمرارا لحالة الانفلات الأمنية التي تشهدها سيناء في أعقاب ثورة 25 من يناير وتدهورها في عهد الإخوان، لتدخل ضمن سلسلة من حوادث الاختطاف والقتل هناك. هشام الرباط، هنا العاصمة.